السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعينكم؟ نوعكم محمد الرفاعي وجزاكم الله عنا كل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. وصلى عليه يا ربنا في كل وقت وحين. صلوا على الحبيب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين في مشارق الارض ومغاربها يا كريم. النهارده جايبه لكم النبات دوت، هقول لكم ايه فوائده وايه اضراره وايه النبات المفيد لنا منه، وفي منه نوعين. ويلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شوفوا النبات دوت، انا لقيته طالع في الجنينه. فاي نبات بيطلع في الجنينه انا ببحث عنه واشوف هل له فوائد ولا لا، لان انتم عارفين ان الأعشاب لها فوائد صحية كتير، بس في بيبقى منها الضار وفي منها النافع يعني. فلازما الواحد يتحرى في البحث علشان يعرف ايه النبات المفيد لنا ونستخدمه، والنبات الضار نبعد عنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده زي ما قلت لكم النبات ده لقيته طالع في الجنينه، ده نبات اللبلاب. اللي مش عارفه اسمه اللبلاب. ده نبات متسلق زي ست الحسن كده، يعني تزرعيه يتسلق على الحيطه يكسر الحيطه كلها. ده انا لقيته طالع عندي في الجنينه. ده النوع منه ده للامانه ده طلع النوع السام، لانه هو قصير ما بيطولش. لكن النوع اللي بيطول وبيتسلق على اي حاجه، يعني ممكن تعملوا له شبكه او على الحيطه كده يتسلقها ويغطيها بالكامل. وهحط لكم صورة النبات الاصلي اللي هو المفيد في قلب الفيديو برضو، لان هو مش عندي بصراحة، بس دوت اللي لقيته وبحثت عنه فعرفت ان النبات دوت القصير ده هو نبات سام. لكن النبات اللي هو المتسلق ده مفيد جدا 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 للكبار والاطفال والحامل وكله يعني، مفيد. لكن دوت شوفوه، كان انا اول ما قطعته من الجنينه كان بيطلع مادة بيضة كده من تحت، من هنا كده كان بيطلع مادة بيضة. لكن التاني احنا كنا زارعينه قبل كده عندنا في البلد، بس كان كويس. ما كنتش اعرف ايه فوائد اللبلاب. هقول لكم انا عرفت فوائد اللبلاب من ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا عرفت فوائد اللبلاب بسبب الدواء دوت. الدكتور كان كاتبه لمحمد ابني، كان عنده دور برد وعنده كحة شديدة جدا، فلقيته كاتب له الدواء دوت. فلما قريت الاسم والخلاصة من خلاصة أوراق اللبلاب، ازاي يعني اللبلاب احنا كنا بنزرعه عندنا في الجنينة زمان وما كنتش أعرف إنه له فوايد كده. بس بصراحة وبأمانة الدواء فعال جدا ومفيد جدا، بيوسع الشعب الهوائية. ومن أول مرة، يعني من أول معلقة أخدها محمد، بسم الله ما شاء الله الحمد لله، الكحة اللي ما كانتش بتقطع خالص ابتدت تقل بنسبة كبيرة جدا. يعني كان عنده، شوفي بقى لما يكون طفل الكحة على طول على طول على طول كده ما بيقطعش الكحة. ف... فمن أول معلقة بجد الدواء دوت ممتاز جدا. وهوريكم الازازه دلوقتي، يعني ما خدش منها حاجات كتير، وانا كمان باخد منها لما بيكون لما بقوم عندي كحه باخد منها. شوفوا الازازه قد ايه وهي فيها قد ايه، يعني ما شاء الله الدواء فعال ومفيد جدا بالذات للسعال والشعاب الهوائيه. وزي ما قلت لكم ان بيوسع الشعب الهوائيه، فعشان كده خلاني ابحث عن فوائد اللبلاب. ولما لقيته طالع عندي في الجنينة فقلت لأما اشوف يعني ابحث عنه واشوف ايه فوائده وايه اضراره وكده. فعرفت ان في نوعين زي ما قلت لكم، نوع سام ونوع اللي هو مفيد. النوع فعرفت بقى ان النوع المفيد شوفوا ورقته هي حتى، وهحط لكم برضو صورة له في قلب الفيديو. اللي هو المتسلق اللي بيتسلق ممكن يطلع لك دورين 3، لو انت عاملاه على الحيطة يعدي الدورين 3.
لكن التاني اللي هو السام اللي انا وريته لكم دوت هو، اللهم صل على سيدنا محمد، ده النوع السام. هو بيطلع كده في الجنينة وبس، يعني مش ده ملهوش اي فوايد خالص، بس بالعكس انه سام. شوفي يعني ده بيعتبر طوله ده، يعني ان هو مش طويل، يعني طوله ما بيعديش المتر. النوع السام طوله ما بيعديش المتر، يعني بيبقى قصير. لكن النوع المفيد زي ما قلت لكم بيتسلق وبيطول بنسبة كبيرة جدا. ويا رب تستفيدوا من الفيديو ولو بمعلومة بسيطة. وزي ما وريتكم العلاج، الدواء للكحة، انه مفيد للكبار ومفيد للسيدات، يعني رجالة وستات واطفال، وممتاز جدا عن امانة. يعني انا ما بجيبلكوش الحاجة لما بكون مجرباها، اي وصفة بكون مجرباها او بكون ماشية عليها فترة كبيرة. عفوا. فعلشان كده قلت لكم عليه، يعني لما لقيته مفيد وفعال من اول مرة، يعني من اول معلقة بتاخديها من الدواء بيجيب نتيجة كويسة، وربنا يشفي كل مريض. وقلت ما اقول لكم على المعلومة ديت علشان اللي ما يعرفهاش، واكيد كتير محدش يعرفها زيي. احنا زي ما قلت لكم انا كنا بنزرع اللبلاب عندنا من زمان، بس ما كنتش اعرف ان هو له فوائد كده، وبالذات للكحة يمكن فعال كمان عن ورق الجوافة. اللبلاب والله يعني الدواء بتاعه دوت فعال كتير عن ورق الجوافة كمان. يعني ورق الجوافة ممكن، يعني الدواء بتاع ورق الجوافة انا جبت برضو الدواء بتاعه قبل كده من الصيدلية. ممكن تخلصي الازازة عمل ما لكن دي شوف الازازة قد ايه. وسبحان الله، يعني هي معلقة معلقتين بالكتير والحمد لله ربنا بيجيب الشفاء على طول. وربنا يشفي كل مريض يا رب العالمين. وهو علشان تاخدوا بالكم، اللي يلاقي طالع عنده في الزرع ولا حاجة يقطعه، هو طوله ما بيطولش عن كده. وكمان بنت قالت لي عن حاجة كده، فيه بتقول لي الله دي ورقة الحب أو المحبة. لما بيطلع في البيت الكل بيحب بعضه، مش عارفة ليه، لأن الورقة بتاعتها عاملة زي القلب ازاي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فأنا مش عارفة بقى هي كلامها صحيح ولا لأ، لسه هبحث عن الحكاية دي برضو وبقول لكم في الآخر. يا رب تستفيدوا من الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.